اقل حاجه تعمليها تقول لي محمد محمد، يعني لو انت انسانه فعلا، شخص وقف معاكي تقول لي محمد خلاص خلاص نضيع الموضوع نسكره، مش تبتسمي حتى وانتوا تصوروا، بيني للناس كده، بيني لي انا كده، انا اللي وقفت معاكي، فتحت لك قناتي، فتحت لك مالي وقناتي وكل حاجة، وقفت معاك وقفة أخ. تشتميهم تشتميهم تشتميهم، ثاني يوم بتكلميني عبد الله والله أنا عايز اللي يونسني، أنا ضايق خلقي وعايز أحد يونسني ما أعرفش إيه. أسكر الموضوع وأقول أنا أخوكي، أي شيء عايزاه أنا حاضر. أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله من كلمتني من اتصلت علي وأنا أعاملها معاملة أخ، أقسم بالله العلي العظيم عمري ما لمحت على حاجة، عمري ما تجاوزت حدودي، عمري ما إني يعني انتهزت الفرصة، لا قسما بالله العلي العظيم، أقسم بالله العظيم أنا تخالفت مع بنت بلدي عشانك أنت يا أمينة. أنا فتحت لك قناتي، دخلتي لي مستنقدة وثايرة، وكنت عايزة تقولي محمد اغتصبني، يعني كنت عايزة تديله تهمة على الهواء مباشرة. قلت لك لا، وقلت لك ما فيش شتم، تدخلي بقناتي صح كلامي يا اختي امينه ولا لا؟ اذا انا مش صح كلامي ادخلي وقولي انت كذاب. ويا جماعه، وقالت كلام كثير عليها، وقالت توته يا عبد الله لو تشوف شكلها غير اللي ظاهره عليكم بالشاشه، بتشوف شكلها بترجع. وانا ما جبت سيره توته بالموضوع، قالت لي احمد، وقالت لي ابو تركي عطى فلوس 10,000 جنيه، قلتي لي يا اختي امينه ابو تركي عطى 10,000 جنيه للشبح ابو محمد، وابو محمد اكلهم هو وتوته وام توته، والحين جايه تطلعيني انا خراب بيوت. لا يا اختي، اللي تقولين كانت عايزه تتجوزني، هي قالت لي عبد الله انت يعني وقفت معي كثير، انت وقفت معي كثير، يعني ليه؟ قلت اسمع يا اختي امين، انت اختي، انت اختي، وانا حاس فيك وانت يتيمه، اقسم بالله العلي العظيم. قالت لي مره، قالت لي ممكن تتجوزني بعدين يعني. قلت لها شو اسمه ايه؟ قالت لا انا بهزر يعني العين ما تعلاش على الحاجب. قلت لها لا اف عليك يا اختي امينه، الناس كلها سواسيه، وانت اختي واي حاجه انا حاضر. لسه يعني انا على اساس ان هي مسكينه، وان انا نصير المراه، واني انا نصير المراه، اقسم بالله العلي العظيم عمري ما انا تماديت معاها بحاجه، والله يشهد علي ودايم، وهذه امها تسمع اذا انا بكذب بحاجه.
الله ستر وما بعت لك كمان 40,000 جنيه، لأن أنا صرت ما أثق بحد الحين، أنا صرت ما أثق بحد. لو أنا باعت لك ال40,000 دي أو ال50,000 جنيه عشان تروحي العمرة ممكن تاخديهم وتقولي لي أي عذر، تقولي لي ما أعرفش صار معانا إيه. ليه؟ ليه يا جماعة ليه؟ حرام عليكم ليه؟ ليه يعني أنا بس حق الفلوس وخلاص، النخوة وطيبة قلبي وسعة صدري، وأنا باحب كل الناس وباحب أتعامل